كبسولات الدولتشي جوستو من الحاجات الجميله قوي، او ممكن نقول عليها كده الكبسولات اللي هي ايه، دلع، اللي هو انت قاعد في البيت وعايز تفتح كافي شوب صغير كده وعايز تدلع نفسك فتجيب الكبسولات دي. انت ليك في القهوه او مالكش في القهوه وبتحب المشروبات اللي هي فيها فليفرز كده ورايقه، فالكبسولات دي غالبا اتعملت عشان تقول لك انا جايه فرفشه، اللي هو نوع من انواع السعاده في كبسوله. والحقيقه هم كبسولاتهم كتيره جدا. ايه الفرق ما بينهم وازاي تنقي الكبسوله المناسبه اللي انت ممكن تحبها؟ فانا عملت لكم الفيديو ده عن كبسولات نسكافيه دولتشي جوستو. كبسولات نسكافيه دولتشي جوستو أحد منتجات شركة نسلي، وتم تقديم هذا المنتج للسوق في العالم سنة 2006. وفكرة الكبسولات دي إن هي ممكن تعمل لك أي مشروب أنت عايزه، منتجات قهوة ومنتجات قهوة باللبن وكمان كاكاو. ده غير إن في كبسولات كتيرة جدا اتعملت عشان تشتغل مع مكنة الدولتشي جوستو، يعني مثلا برضو في كبسولات شاي وكبسولات تانية كتيرة جدا. المهم أنا عملت لكم الفيديو ده عشان أكلمكم عن كبسولات الدولتشي جوستو. أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في فيديو جديد من زبين ستوري. أنا اسمي عبد المنعم عمر. بما إني جديد في فيديوهات اليوتيوب فبدون دخول في تفاصيل كتير، أنا صانع محتوى عن القهوة، وممكن تلاقوني بصنع محتوى على أي حاجة تانية عادي، يعني مش مشكلة، أنا بحب أصنع محتوى يعني مش هقول لأ. والفيديو ده معمول عشان نتكلم على الكبسولات الجميلة دي بتاعت دولتشي جوستو. إزاي بقى تختارها، إزاي تقرا اللي موجود على العلبة، إزاي تخش على الويب سايت قبل ما تروح تشتريها عشان تعرف أنت عايز تشتري إيه. وده الغرض الأساسي أصلا، إن أنت أصلا تعرف تشتري الحاجة، لأنك ما ينفعش تشتري الحاجة من غير ما تعرف يعني اللي انا بقوله ده. طيب اللي متابعني بقاله فتره فاكيد انتوا عارفين ان انا بحب اتكلم معاكم وكاننا قاعدين مع بعض كده بشكل انفورمال عادي، يعني بنتكلم بنفرفش مع بعض. طيب فنفترض دلوقتي انت لسه جايب مكنه دولتشي جوستو جديده ورحت السوبر ماركت علشان تشتري لك كبسولات جديده، وبعد كده رحت في المكان اللي هو معروض فيه كل كبسولات القهوه وشفت العلبه بتاعت كبسولات الدولتشي جوستو دي ورحت مسكتها بهذا الشكل، لقيتها مفتوحه من تحت عادي، ورحت مسكت علبه الكبسولات بتاعت دولتشي جوستو دي وجيت تقرا كده فلقيت مكتوب عليها اسبريسو انتنسو، فانت تقول لنفسك اكيد دي علبه كبسولات اسبريسو. وبعد كده رحت مسكت العلبه اللي جنبها برضو مفتوحه من تحت عشان انا فاتحهم بصراحه عشان اطلع الكبسولات دي، لقيت مكتوب عليها كابتشينو. فتفضل تفكر كده يعني ازاي كبسولات بتعمل اسبريسو وازاي كبسولات بتعمل كابتشينو. تيجي تبص بقى على العلب الغريبه دي تلاقي علبه اصلا مكتوب عليها اللوجو بتاع ستاربكس، فتيجي تبص كده تلاقيها كراميل ماكياتو، يعني دي بتعمل لك لبن وقهوه وفليفر كراميل. وبعد كده بقى تروح ماسك علبه رابعه خالص بقى تلاقيها مكتوب عليها ايه، هوت شوكليت، دي بتعمل لك هوت شوكليت، دي ما فيهاش قهوه اصلا. لا ده كده بقى الموضوع لازم نفهمه، ولازم نفهم ايه الانواع الغريبه بتاعه كبسولات بتاعه الدولتشي جوستو. انا عندي مشكله اصلا ان الحروف دايما وهي خارجه من بقي بتقع في الارض، حاجه صعبه جدا، ودي اخره اللي يتكلم بسرعه. حلو، احنا عايزين نعرف بقى ايه كل الكبسولات الغريبه دي. عندهم سلوجان جميل قوي، كافي از نوت جاست بلاك. الهدف بتاعهم مش ان هم يعملوا لك قهوه من غير لبن او تكون بلاك بس، لا هو الغرض ان هي تعمل لك حاجات تدلعك. لو انت رحت على الويب سايت بتاع جوتشي جوستو، طيب لو انتوا رحتوا على الويب سايت بتاع دولتشي جوستو هتلاقوا 4 سكاشن من الكبسولات. اول سيكشن هتلاقوه هو البلاك كافي، وجوه البلاك كافي ده هتلاقي انواع كبسولات زي الاسبريسو والامريكانو، وكلها كبسولات بتتحط في المكنه وتطلع لك قهوه بمقاس او حجم مشروب معين وبس كده. في سيكشن تاني اسمه وايت، دي مشروبات الدولتشي جوستو اللي فيها لبن زي الكابتشينو والكورتادو، والكبسولات اللي بيبقى فيها لبن بتبقى عباره عن كبسولتين، كبسوله فيها قهوه وكبسوله بتعمل لك لبن. فلو العلبه فيها 16 كبسوله فهتعمل لك 8 كوبايات، لان كل كبسولتين بتعمل لك كوبايه، على عكس مثلا الاسبريسو ال 16 كبسوله بيعملوا لك 16 كوبايه اسبريسو. في بقى سيكشن ثالث وهو بتاع ستاربكس، هو شبه شويه السيكشن بتاع الوايت، بس دي كبسولات مخصوصه بالفليفرز بتاعت ستاربكس، يعني مثلا في وايت موكا، في كراميل ماكياتو، في التوفي نات لاتيه. فانت كده بتدلع نفسك في البيت قوي بقى. يعني العلبه دي مثلا بتاعت الكراميل ماكياتو فيها 6 كبسولات لبن و6 كبسولات قهوه، يعني العلبه دي هتعمل لك 6 كوبايات. اخر سيكشن بقى موجود وهو الشوكليت، ودي عباره عن مشروبات هوت شوكليت. هنمسك واحده هي هوت شوكليت فيها 8 كبسولات لبن او لبن البودره او ايا كان يعني، و8 كبسولات شوكولاته، فدي بتعمل لك 8 كوبايات هوت شوكليت. واكيد طبعا كل فتره بينزلوا كبسولات جديده، حاجات ليميتد اديشنز وهكذا. فاظن كده الناس فهمت مبادئ الكبسولات بتاعه الدولتشي جوستو وايه الانواع بتاعتها. فانت لو رحت سوبر ماركت وشفت الحاجات دي قدامك فانت هتعرف الفروقات وازاي تقرا عدد الكبسولات وكبسولات اللبن وكبسولات القهوه وهكذا. نتكلم عن تاني حاجه مهمه قوي بقى عايز اتكلم عنها. هتمسك العلبه، انا جيت ابص هنا لقيت حجم المشروب. ماكينات الدولتشي جوستو فيها اوبشن انك تختار حجم المشروب بتاع القهوه. ازاي يعني انت مثلا لو جيت على المكنه واخترت تاني شرطه، فتاني شرطه دي مثلا ممكن تعمل لك مشروب 50 مللي، او بمعنى اصح عشان نفهمها المكنه بتضخ ميه في الكبسوله لفتره معينه من الزمن، لان المكنه اكيد ما بتقيسش حجم المشروب، هي بتقيس المده اللي بتضخ فيها الميه في الكبسوله عشان تطلع لك المشروب. فمثلا لو مسكتوا الكبسوله بتاعت اسبريسو انتنسو مكتوب ان الكبسوله دي معموله على حجم مشروب شرطتين في المكنه بتاعت دولتشي جوستو، والمفروض هتخرج لك مشروب 50 مللي، على عكس مثلا الكبسوله
الكبسوله بتاعت امريكانو ممكن مثلا يقول لك اعملها على 4 أو 5 شرط، لان الكبسوله دي معموله للمشروب اللي حجمه كبير. طيب ايه الفرق اللي ممكن يكون بين الكبسولتين دول عشان يخلي ده حجم كبير وده حجم صغير؟ اول حاجه هم اكيد واخدين اعتبار نوع القهوه اللي موجود في الكبسوله، بس في معلومه تانية مهمه جدا، حجم طحنه القهوه اللي موجوده في الكبسولات ممكن تختلف. يعني مثلا الامريكانو مكتوب لك ان انت تخرج منها حجم مشروب كبير، طحنه القهوه بتاعت الامريكانو ممكن تبقى اكبر شويه، عشان لو حجم الطحنه صغير وخرجت منها مشروب كبير فساعتها المشروب هيبقى طعمه تقيل شويه، فهو بيكبر حجم الطحنه عشان ما يخليش الطعم قوي او طعمه مر شويه او هكذا، وعلى الاساس ده بيقول لك ده تنفع لانهي مشروب او تنفع لانهي حجم كوبايه. حاجه تانية مهمه عايز اتكلم عنها، انا قلت لكم من شويه لو انتوا مثلا جيتوا تعملوا قهوه من المكنه بتاعت الدولتشي جوستو واخترتوا شرطه واحده فهتخلي المكنه تشتغل لفتره معينه من الزمن. في الكبسولات بتاعت ستاربكس دي الكبسوله بتاعت القهوه بيقول لك اعملها على شرطه واحده بس وهيطلع لك مشروب قهوه 30 مللي، لكن لما جيت مسكت الكبسولات بتاعت الكابتشينو بيقول برضو ان الكبسوله بتاعت القهوه بتتعمل على شرطه واحده بس بتخرج لك 40 مللي من القهوه. يعني كبسوله الستاربكس دي وكبسوله الكابتشينو شرطه واحده بس، لكن الستاربكس بتطلع حجم والكابتشينو بتطلع حجم. ازاي بقى مع انك مختار نفس الحجم من المكنه؟ بس دي حاجه لفتت نظري وانا حبيت اتكلم عنها. لحظه واحده كده، عايز اكلمكم على حاجه معينه، عايز اكلمكم على تصميم كبسوله دولتشي جوستو. الكبسوله بتبقى متغطيه من فوق كويس قوي، لو احنا فتحنا الغطا اللي فوق ده هنلاقي كيس بلاستيك شفاف وفيه فتحات صغيره قوي، وتحت الكيس ده بتبقى موجوده القهوه المطحونه. وفكره ان يبقى فيه كيس فيه فتحات صغيره ده بيقوي نسبه الضغط اللي بيبقى موجود على الكبسوله. الفكره ان مكنه دولتشي جوستو فيها سن صغير قوي، لما بنقفل على الكبسوله السن ده بيخش جوه الغطا بتاع الكبسوله وبعد كده بيبدا يضخ الميه، وده بيخلق الضغط في الكبسوله عشان يطلع لنا شوت الاسبريسو الجميل. ده غير ان ممكن كميه القهوه اللي تبقى محطوطه في الكبسوله مختلفه شويه، فطريقه تصميم الكبسوله عامه بتتحكم في حجم المشروب اللي بينزل من الكبسوله، ودي كانت حاجه مهمه كنت عايز اتكلم عنها. تاني حاجة نتكلم عنها هي البروفايل والأوريجين. الإسبريسو انتنسو دي لو بصيتوا على البروفايل بتاعها هيقول لك إن هي مثلا البادي بتاعها تقيل، طعمها سبايسي شوية، أو مثلا لو رحتوا اتفرجتوا على الكبسولات بتاعت روما هتلاقوا كده مكتوب إن هي فيها طعم البلاك كارنت أو يعني طعم الزبيب. هو بيشرح لك الطعم بتاع الكبسوله. لا وكمان كل كبسوله ليها قصه، يعني مثلا الاسبريسو روما بيحسسك ان انت في روما، بيعيشك الهيستوري والتاريخ بتاع روما وكمان الاركتكتشر او العماره في روما، وبيدخلك في مود كده ان انت عايش في حلم، بيلففك روما كلها بالكبسوله دي. وكبسولات روما دي عباره عن 5 انواع من حبوب القهوه، ممكن مثلا يكونوا جايبينها من كولومبيا على اثيوبيا على البرازيل على فيتنام. المهم ان انت هتاخد الكبسوله دي وتلف بيها العالم، تلف بيها سوري كروما. نيجي بقى على الاوريجينز. الاوريجين اللي هو ايه الحبوب اللي موجوده جوه القهوه. فالاسبريسو انتنسو عباره عن برازيل وكولومبيا وفيتنام، غالبا البرازيل والكولومبيا دي حبوب ارابيكا والفيتنام دي حبوب روبوست، بيعملوا مع بعض كده ميكس قهوه لذيذ. وبعد كده بقى نبدا نبص على الانتنستي بتاعت القهوه، وهتلاقوا مثلا الكبسوله دي الانتنستي بتاعتها 7. انتنستي هنا مش معناها تحميص، لكن الانتنستي هو قوه قوام وطعم القهوه دي، بتتمثل في الحبوب بتاعت القهوه والاحماض اللي موجوده جوه القهوه والقوام بتاع القهوه وبرده درجه التحميص بتاعت القهوه. كل ده بيخلق لك قوه طعم الكبسوله دي، وده اللي بيبقى اسمه انتنستي. هسيب لكم في الديسكربشن اللينكات اللي انتم ممكن تخشوا عليها عشان تقروا عن الكبسولات. الغرض من الفيديوهات اللي انا بعملها دي ان انت تخش تدور بنفسك على الكبسوله اللي انت عايزها، لان اكيد مش هتكلم عن كل الكبسولات واكيد انت مش هتفتكر. حاجه ثانيه عايز اتكلم عنها، انت دلوقتي لو هتعمل كبسوله الكابتشينو فيها كبسولتين، اللبن والقهوه. اول حاجه بتعملها بتنزل اللبن، بتنزل حجم معين هو بيكون كاتب لك الحجم بتاعها، وبعد كده تشيل كبسوله اللبن وتحط كبسوله القهوه وتنزل الحجم بتاع كبسوله القهوه. اظن انا اتكلمت عن كل حاجه مهمه المفروض تكونوا عارفينها على الكبسولات. دلوقتي بقى جه وقت ان احنا نجرب الكبسولات دي مع بعض. انا دلوقتي ظبطت المكنه يا خلوصي. المكنه دي يا جماعه شكلها كيوت جدا، وكمان دي اللون الاحمر منها في الابيض مش الاسود كمان، فتحسوا ان هي بنتك، يعني انت جبت ابنك او بنتك الصغيره. وانا حاسس يعني شبه المكنه بتاعت الفشار، عارفين المكنه بتاعت الفشار اللي بتطلع فشار كتير دي، هي شبهها، تحسها روبوت. هم تقريبا مهتمين بالديزاين بتاعها يبقى بالشكل ده عشان يقرب علاقتك منها، او اللي هو مثلا يبقى فيه نوع من انواع المشاعر اللي هو تصعب عليك او تحبها، قصدي يعني حب اللي هو كانك مربي حيوان اليف في البيت. يعني جهزت المعلقه اللي بقلب بيها الاسبريسو، وطبعا دي حاجه مهمه جدا. انا مجهز تقريبا الكبسولات هنا كلها، كبسولتين كابتشينو. ايه ده؟ ماشي دي ملهاش لازمه. واحده للقهوه. هنجرب مع بعض اول كبسوله، وهي كبسوله الاسبريسو انتنسو. هي عباره عن كبسوله واحده بس. هنجيب الماشين على تاني شرطه، ده على حسب ما هو مكتوب في العلبه ان هي المفروض تخرج لك 50 مللي. هنحط الكبسوله، نحط الكوبايه بتاعتنا. لا بص احنا ايه، نرفع التري بتاع المكنه عشان دي كوبايه صغيره.
والمشروب جاهز وهو الاسبريسو انتنسو. خلاص خلصت تنقيط، انجزي. منظر القهوه اول ما بينزل بيبقى فيه كده الكريمه من فوق. لازم نقلب الاسبريسو علشان بيتكون من طبقات، وكل طبقه بيبقى فيها اطعمه معينه. وانا بقول دايما الجمله دي، انت بتخلي الاطعمه كلها تتغلغل مع بعض جوه الكوبايه. طعمها لذيذ مش وحش. خلونا نفتح بقى الكبسوله ونبص كده شويه. عايز اوريكم حاجه. انا فتحت لكم الكبسوله اهي، وما تفتحوا الكبسوله في طبقه بلاستيك موجوده تانية. في طبقه بلاستيك مش عارف باينه ولا لا. طبقه البلاستيك دي كيس كده تحتيه بقى القهوه، يعني هم ضاغطين القهوه تحت الكيس ده. نخش في الكبسوله اللي بعدها وهي الكابتشينو. الكابتشينو تتكون من كبسولتين، كبسوله اللي فيها اللبن البودره او يعني اللي بتمثل اللبن يعني، وهتلاقوا الكبسوله لونها ابيض، البلاستيك بتاعها لونه ابيض. والكبسوله الثانيه بتاعت القهوه هتلاقي الكبسوله لونها بني. اول حاجه هعمل المكنه بتاعتي على 6 شرط كده. انا على 1 2 5 6 هيطلع لي 200 مللي. مشروب اللبن جاهز. خلونا نخرج كبسولة اللبن وبعد كده نحط كبسولة القهوة ونجيبها على أول شرطة عشان ينزل لي 40 مللي من المشروب القهوة. بحب جدا اللايرز بتاعت القهوة، مش وحش، بس انا حاسس ان انا بشرب لاتيه. يعني انت لو بتحب تشرب قهوه طعمها قوي فطعمها مش اقوى حاجه، طعمها عادي مش انتنس قوي. حاسس ان درجه الحراره بتاعتها برضو عاليه قوي. بالنسبه لي انا مش افضل حاجه. لو انت هتشرب اسبريسو بس هيبقى طعمه لذيذ، لو الكابتشينو لذيذ، بس لو انت شخص ما بتحبش القهوه التقيله قوي. دي كبسوله اللبن عشان ده لبن بودره فكله بينزل في الكوبايه نفسها. نخش على الكبسوله اللي بعدها، الستاربكس كراميل ماكياتو. اول كبسوله عندنا هي كبسوله الفليفر او الطعم. ريحه الكراميل طلعت، الطعم ده حلو، ده طعم حلو جدا. نحط كبسولة القهوة. المهم تستمتعوا باللايرز اللي موجودة في القهوة عشان أنا بحبها جدا. طعمه لذيذ، طعمه مش وحش. لو انت واحد بتحب الفرفشه في القهوه الفليفرز والكلام ده هيعجبك. جميل، طعم القهوه فيه برضه واضح فلذيذ مش وحش. بس انت لو شخص بتعمل قهوه في البيت وبتعمل الكراميل ماكياتو انت في البيت من نفسك، بتجيب قهوه وتطحنها وكده، الطعم هيطلع افضل طبعا. انا برضه عندي مشكله ان المشروب بيبقى سخن جدا، يعني مش عارف ليه بيكون مولع قوي كده، ده بيحرق القهوه المفروض، يعني دي مش حاجه كويسه على القهوه. واخيرا جينا لاخر مشروب ومش هغسل كوبايات تاني، كبسولات التشوكوتشينو. اتمنى اكون بنطق الاسم صح. عباره عن كبسوله اللبن وكبسوله الهوت شوكليت. اول حاجه هنحط الكبسوله بتاعه اللبن، ميرسي كتير. نيجي بقى لكبسوله الشوكولاته، نحط كبسوله الشوكولاته. هي في مشكله في الكبسولات دي، انتوا ما تيجوا تمسكوها تخرجوها من هنا، اولا هي بتبقى سخنه جدا فمحتاجين، وبتبقى فيها كميه ميه متحوشه. هوت شوكليت عادي كأنك جبت كاكاو في البيت، يعني نفس الطعم بالظبط. طيب كده نكون وصلنا لاخر الحلقه. هل الكبسولات تستحق الفلوس اللي تدفعها عليها؟ لو انت هتقارنها بالمشروبات اللي بتجيبها من بره فاكيد انت هتوفر فلوس. لو هتقارنها بالمشروبات اللي بتعملها في البيت فاكيد انت بتصرف فلوس. ولكن هي بصراحه حاجه دلع، يعني حاجه كده روشه. يعني ممكن مثلا في عزومه ضيوف ما اعرفش ايه تستخدم الكبسولات دي. مش هتعجبك لو انت شريب قهوه قوي بقى وكيف قهوه بشكل ما، ممكن تعجبك الكبسولات بتاعت الاسبريسو. هسيب لكم كل اللينكات اللي ممكن تحتاجوها عشان تتفرجوا على الكبسولات او تعرفوا عنها وتقروا عنها اكتر. يعني اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، عندي انستجرام، عندي تيك توك، عندي فيسبوك، وعندي تويتر. ولو انت ما بتسمعش البودكاست اللي انا بعمله فانا عندي بودكاست ومنزله على كل منصات البودكاست تقريبا، سبوتيفاي وابل بودكاست وجوجل بودكاست وانغامي. البودكاست ده جميل جدا، ما بيتكلمش على القهوه بس، بيتكلم عن حاجات كتيره جدا، فاتمنى ان هو يعجبكم. البودكاست اللي بعمله ده بودكاست لذيذ جدا. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب. اظن اصلا لو انتوا وصلتوا للمرحله دي في الفيديو وقدرتوا تكملوا كل المده دي وتتفرجوا عليا فاظن يعني هتستحملوني في اللي جاي وتعملوا لي سبسكرايب. انا على السوشيال ميديا معظم الكونتنت اللي بنزله خصوصا على الانستجرام والتيك توك حاجات علميه جدا او حاجات انت محتاج تعرفها عن القهوه ومعلومات مفيده جدا. فانت لو عايز تعرف اي حاجه عن القهوه هتلاقيها على البيجات السوشيال ميديا. اليوتيوب انا عامله للحاجات بقى اللي انا عايز اتكلم عنها بتفصيل، حاجه معينه عايز اتكلم عنها بالتفصيل لوقت طويل. وانا عندي افكار كتيره في دماغي بس مش مرتبها، فلو انتوا عندكم افكار اكتبوا لي في الكومنتس عشان احطها في الاولويه وابدا احضر كونتنت ليها على اليوتيوب. وشكرا لكم. وفي اخر الفيديو احب اقول كل ما هو قهوه فهو جميل. وبس كده.